المطربة الشابة نجمة أرب ايدول 3 الفنانة ميرفت وجدي، بنرحب بحضرتك معانا في شبكة ايرم الإخبارية العربية. اهلا بيك واهلا بايرم، نورك. طبعا بنبارك لك على التكريم اللي خدتيه النهارده في يوم الأمومة والطفولة. كلميني عن مشاركتك وحرصك النهارده عن الحضور، جه ازاي؟ اكيد لما جالي التكريم ما ترددتش ثانية في ان انا اكون موجودة النهارده. اوكي، لما جالي التكريم النهارده ما ترددتش ثانية في ان انا اكون موجودة، خصوصا في يوم فيه الأمومة والطفولة. طب انت بتسجل؟ اوكي. لما جاي التكريم النهارده ما ترددتش ثانيه في ان انا اكون موجوده النهارده في يوم زي ده، خصوصا ان انا بحب الاطفال قوي وبحب عامه يعني، فاكيد صممت ان انا اكون موجوده النهارده وجيت وكرمت ومبسوطه جدا ان انا في وسط كل النجوم ونخبه رائعه منهم اكيد. تمام. نتكلم عن مشاركتك بقى في موسم 3 أرب ايدول. كلميني عن اقرب الفنانين اللي كانوا موجودين بالنسبه لك، سواء كان احلام او حسن الشافعي او النجم المنضم جديد وائل كفوري. قولي لي مين اللي كان اقرب ليكي فيه؟ كان اقرب حد ليا احلام وائل كفوري. حسن الشافعي برضو اكيد بكن له كل احترام، بس هم كانوا اقرب اتنين ليا، كانوا حاسين بموهبتي جدا، وخصوصا احلام كمان انها تقف لي في اول حلقه وقالت لي تحيا مصر، دي كانت بالنسبه لي كبيره. ومشواري كان كويس في البرنامج الى حد ما، كان موفق اكيد، مش زي ما كنت بتمنى. كنت اتمنى اوصل للنهائي، بس يعني ما فيش ولا مصري وصل للنهائي للاسف. فاكيد مبسوطه ان انا يعني نص المشوار بداته وهكمل، ونزلت تملي مندفعه اللي هي كلمات نور جلال، الحان محمد فخراني، توزيع تملي مندفعه، كليب جديد هو فكره سكتش مونتاج، غنوه شتويه يعني. حبيت ان انا انزلها اول ما ارجع من البرنامج عشان الناس تفضل فاكراني. كلمات نور جلال، الحان محمد فخراني، توزيع احمد عبد الجواد. وبجهز ان شاء الله كليب جديد نازل في شهر 4، وعندي مسلسل مع استاذ طلعت زكريا السنه دي. مسلسل. طب نخلي بقى الحاجات الجديده ديت، نتكلم الاول عن كواليس المواقف اللي حصلت ما بينك وما بين الفنانين. فاكره ايه بالظبط؟ موقف مش تقدري تنسيه، اغنيه معلمه معاكي مش تقدري تنسيها خالص؟ موقف مش هقدر انساه في البرنامج ان انا قبل الحلقه المباشره باسبوعين عملت عمليه، زي ما يقولوا بالبلدي اتنشيت عين ودخلت عملت عمليه للاسف، وطلعت غنيت في اول حلقه مباشر وانا تعبانه، بس الحمد لله ربنا سترها وقدرت اكمل. وفي كمان مواقف اللي مش قادره انساها، لما استاذ وائل كفوري نزل لي شخصيا تحت في الكواليس وقال لي ميرفت انا مستني منك احسن من كده ويلا بينا وجهد، وانا من الاشخاص اللي بيعشقوا صوتك وبيحبوه. طيب نتكلم بقى عن المشاركه بتاعتك مع الفنان طلعت زكريا ودخولك مجال التمثيل، جه ازاي وايه المسلسل والتفاصيل بتاعته؟ بص، هو انا كنت متردده في دخولي مجال التمثيل لان انا بغني وما جربتش امثل قبل كده، وجات لي كذا عروض ساعه ما رجعت، ففكرت وبعد كده اتكلمت مع استاذ طلعت زكريا وقال لي ميرفت في دور عندنا وحابين تكوني موجوده معانا، فهكون موجوده بدور غنى وفي نفس الوقت يعني غناء تمثيلي، يعني هي حاجه جديده عن الناس، فعشان كده قررت ان انا ادخلها. كمان هي ليها علاقه، لا مش هقدر اقول دلوقتي سمعنا ان فيلم حارس الرئيس هيتحول لمسلسل، ده حقيقي ولا ايه؟ لا مش حقيقي، فيلم حارس الرئيس فعلا بيجهزنا مع استاذ طلعت زكريا، ممكن اكون فيه ممكن لا، ده لسه مش عارفاه، بس انا عارفه ان فيه فعلا حارس الرئيس، والمسلسل ده حاجه جديده بيجهزه استاذ طلعت، هتكون مفاجاه كبيره لان دي حاجه ما حدش من ابدا الوسط الفني نفذها قبل كده غير استاذ طلعت، فان شاء الله اتمنى له التوفيق واتمنى لكل كرو العمل معانا التوفيق. طيب في اغنيه نزلت جديده لسه قايله من شويه، عايزين كده مقطع منها، عايزين حاجه جديده كده تغنيها لنا في شبكه ايرم. اوكي، اغني لكم السنجل الجديده بتاعتي. أنا استاهل كمان منك، أنا اللي ضعفت واتحملت، قبلت الجرح لو منك ولا بيفرق تشوفني زعلت، أنا اللي تملي مندفعة، صغرت في عيني وفي عينك، بقيت بكرهني من تبتيه، قبلتك ليه على عيبك، قبلتك ليه، قبلتك ليه، قبلتك ليه على عيبك. ميرسي. نكمل اللقاء بتاعنا، وكنت عايز اعرف بقى منك مين المطربين الاقرب لقلب ميرفت وجدي ونفسها في يوم من الايام توصل لنجوميته؟ هو استاذ وائل جسار، وانا حصل ما بيني وبينه مكالمه مؤخرا من قريب، وقلت له ان انا نفسي اغني معاه، انه حلم من احلام حياتي ان انا اغني مع وائل جسار،
فقلت له انت متواجد هنا في القاهره في راس السنه. في راس السنه واتكلمنا سوا وقال لي ان شاء الله هنلاقي عمل بس يستاهل ان احنا ندخل حاجه زي دي. هو طبعا كنجم كبير اهم حاجه تليق باسمه اكيد، وشرف ليا اذا كان هو يعني او اذا كان حصل نصيب ان احنا نغني سوا، اكيد شرف كبير ليا. ربنا يوفقك ان شاء الله. وشيرين برضو من اقرب الفنانين ليا، يعني يعتبر ماي فيفورت ايدلز هم شيرين ووائل جسار.